مرشح باش يدي كأس العالم كاين البرازيل، الأرجنتين، هادو من الفرق، وشويه فرنسا. ما عرفتش علاش كنميل لفرنسا، وانما انا صراحه الله من غير المنتخب الوطني المغربي ما كرهتش بزاف الارجنتين ديها الاسطوره ليونيل ميسي. كيبقى واحد ما كرهتش، هو نجم كبير بكاس العالم ولا بلا كاس العالم، ولكن انا ديما مع الارجنتين. خصني ديك السيد يدي، حيت هذاك شهدنا على واحد التاريخ كره القدم من غير مارادونا وبيلي اللي سمعنا عليهم، شفنا ميسي العين ديالنا وديك الشيء مجرده كما كيقولوا، وهذا الشيء اللي كان. نرشح فرنسا عندها فرقه زوينه بزاف، وميسي ارجنتينا. هادو اللي كنرشحهم يوصلنا فيه. بعيدا عن العاطفه ارشح منتخب الارجنتين كانه المنتخب الاول لدي الذي ارشح بالظفر بلقب كاس العالم، اضافه الى فرنسا هو المنتخب رقم الثاني بالنسبه لي، والثالث البرازيل. المنتخبات يعني من بين الفرق اللي مرشحه يعني كان الاغلبيه كنقولوا الارجنتين هي الاولى، يعني بحكم يعني المونديال الاخراني ميسي، يعني تكون كاينه واحد الامكانيات وطموحات كبار باش يتاهلوا، هو اللي باقي ناقص في الخزينه العامه الخزينه ديالو. بالنسبه للفرق اللي ثلاثه يعني كما كنقولوا حنا في الاولين مرشحين الارجنتين، والثاني يعني يقدر يكون المانيا، والثالث فرنسا معروفه، والرابع علاش المنتخب المغربي. كنرشح الارجنتين والبرازيل وفرنسا، هادو منتخبات قويين. ان شاء الله اي مواطن الا سقسيتي على هذا السؤال هذا يتمنى بكل فرح المنتخب الوطني ديالنا يدوز للدور الثاني، هذه ما فيهاش النقاش. ولكن بالنسبه وطرزانه اللاعبين اللي عندها لاعبين محترفين كيلعبوا فرق كبار من الطراز العالي، كيبقى واحد شويه تخوف على حساب جات معنا بلجيكا وكرواتيا، يعني فرق كبار بزاف وعندهم طرزانه اللاعبين تما كيلعبوا في فرق كبارين. وعندنا واحد خيبة امل صراحه كتسيطر على المواطن المغربي كامل بصفه عامه، على حساب ديما الاقصاء كيكون، وكنتمناو الخير للمنتخب الوطني المغربي. المغربي اذا هضرنا على الدور الاول كنظن عنده يعني 6% يقدر يفوز، يعني كنظن عنده امل مع كرواتيا يقدر يغلبها، على حسب ما كيقولوا بان كرواتيا دابا عنده غير بيوخص، يعني ما يقدر يفوز. بلجيكا ما كنظنش يغلبها، مي كندا كنظن في يدنا هذا، يعني عنده 6% يقدر يفوز. المنتخب الوطني ان شاء الله غنكونوا معه قلبا وقلبا كما كنقولوا، هذه الجمله ديما كنقولوها. المنتخب ان شاء الله كنتفائلوا به ان شاء الله يدير شي حاجه زوينه في المنتخب، خصوصا هو طاح في مجموعه الموت لما يسمى كرواتيا وبلجيكا وكندا. اذا في المقابلات التي سيأخذها المغرب كنظن بان المغرب كنتفائلوا به ان شاء الله يدير شي مقابلات جميله، ما بها نكتبوا شي تعادل مثلا ما بين كرواتيا والمنتخب، شي غول مع كندا، ولا قدر الله شي خساره، لكن يكون المهم يجمعنا واحد 4 النقاط. بالنسبه للمنتخب يعني كما كنشوف واحد المنتخب يعني اللي واحد التشكيله يعني كل شيء محترف، يعني واحد المنتخب اللي هو قوي، رجع يعني يتصنف ما بين احسن فرق احسن منتخبات في افريقيا يعني بالتصنيف العالمي ديالو. وان شاء الله يكون واحد الكلمه يعطي واحد الكلمه ديالو، واحد المردوديه تكون ممتازه ان شاء الله، وعلاش كما كنقولوا لما للفوز ان شاء الله. المنتخب الوطني هذا العام عنده كيكون مزيان، يقدر ان شاء الله يعمل شي حاجه مزيانه. كنثق في اللاعبين ان اللاعبين كانوا كيلعبوا مع انديه بحال حكيمي وزياش، كيلعبوا مع انديه كبارين، ومزراوي حتى هو عاود جناح ايمن مزيون. قدروا انا كنتوقع هذا كاس العالم يقدروا يعملوا احسن من 2018، ونطلبوا خير ان شاء الله.